بوتوكس الايد هيزيل اي تجاعيد. لو انت من الناس اللي ايديكي بيبان فيها اسمرار وفيها بقع وكمان ابتدت يبان عليها تجاعيد، فالفيديو ده يخصك. ايوه يخصك. انا هديكي دلوقتي وصفه مستحيل تصدقي نتائجها جباره. بتعمل ايه؟ بتعمل على التفتيح وبتزيل كمان الخطوط والبقع والتجاعيد اللي في الايد. هديكي بوتوكس طبيعي لايديكي ومش هتلاقي كتير يتكلموا في الموضوع دوت، بس انا جايبهولك حصر ليكي انت. صليتي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ست البنات، الموضوع سهل وبسيط وباربع مكونات بس. جيبي لي بياض بيضه. ليه بياض بيضه؟ بيحتوي على بوتوكس طبيعي وبيعمل على شد الجلد. طيب عملنا كده خلاص. قبل بياض البيضه بقى هتجيبي لي حاجه عشان نزود ترطيب. ايه هو اللي هيزود الترطيب؟ عصير خيار، رائع في ترطيب الايدين وبيديها كده ملمس ناعم. يبقى هناخد عصير خيار ونضيف عليه كمان ايه؟ بياض بيضه. حلو قوي الكلام، كلام جميل. هنعمل ايه كمان؟ خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش. محتاجين كمان ندخل في الوصفه معلقه من بيكربونات الصوديوم او البيكنج صودا. بعد البيكنج صودا انا محتاجه فيتامين سي، وده بيفتح وبيزيل التجاعيد وبيزيل كمان اي تسبغات. ايه هي؟ نص ليمونه. قلبي المكونات دي كويس قوي، سيبيها شويه على ما الفوران بتاعها يهدى واستخدميها على ايديكي، على رقبتك، على ركبك، على اكواعك، وصدقيني اعمليها وانت الكسبانه، نتائجها فوريه. بوتوكس الايد هيزيل اي تجاعيد. خلصت معاكي الفيديو؟ اتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.